السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم حسام بحيري، والنهارده حلقة جديدة من 3 دقايق كورة على قناة على الطريق. عارف ان انا مقصر معاكم جدا والفيديوهات متأخرة، بس اعذروني الفترة اللي فاتت كانت الله اعلم، يعني الواحد كان مضغوط ازاي والنفسية مش متظبطة. بس الحمد لله الدرس بتاعنا النهارده هنتكلم فيه ازاي في الاخر تطلع بتابلو زي ده كده. حد بعت لي التابلو ده وعايز يعرف ازاي التابلو ده يتعمل. طب هو الموضوع بسيط جدا، موضوع نصه مش كورل، يعني هنشتغل نص كورل ونص على الموقع اللي انا هسيب اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت لحضراتكم. الموقع اسمه مش عارف ايه المهم. المهم بتيجي اول حاجه انك بتابلود الصوره. هنيجي نابلود بقى اي صوره، مثلا خلينا صوره لينا. عملنا ابلود للصوره، تقدر من هنا تكبر او تصغر الصوره. اسف بقى على الصوره دي اللي لقيتها قدامي دلوقتي، عشان ايه ما ندورش على صوره وناخد وقت. فدي هي الصوره اهي. انا عايز الاين، عايز اخلي الباك اسود والباك جراوند ابيض. هي الدنيا كده كويسه، باينه التفاصيل اهي، وتبقى روشه جدا وحاجه جامده جدا. عايزين بقى نبدا نشتغل في الاعدادات اللي هو بيديها لنا الموقع. عندي هنا بيقول لي عايز عدد اللاينز ده قد ايه، عايزه قليل، عايز ازود. كل ما تزود بتبان التفاصيل اكتر. طيب عايز الزاويه بتاعت الخطوط دي كده ولا ازاي؟ كده كويسه جدا من وجهه نظري، انت ممكن تعملها كده عادي خالص. شوف بقى الزاوية المناسبة معاك كده، كده. شوف الزاوية المناسبة معاك، يعني دي كويسة برضو، أو خليها كده. تمام. بعد كده نيجي بقى نفتح. كل ما تيجي تغمق كل ما الخطوط تعرض، يعني الخطوط تبقى أتقل. وده كويس عشان لما اجي اقص ليزر بعد كده ما يحصلش فيه مشكله. فاحنا هنراعي الشكل، التفاصيل انها تبقى باينه. وفي نفس الوقت هنراعي ان احنا التفاصيل تبقى ايه، تخينه شويتين، عشان اعرف بعد كده لما اجي اقصها في الليزر ما تبصش. طيب اوكي. ممكن نقلل، ممكن نزود مع بعض، براحتك انت بقى. انا عجباني النتيجه دي جدا، يعني شايف انها حلوه. كده مش باينه خالص، يعني النتيجه دي كده كويسه جدا. تمام. احنا كده خلصنا الصوره بتاعتنا. نيجي بقى نعمل داونلود للشغل اللي احنا عملناه، اي مكان بقى الاعدادات اللي احنا قلنا الاعدادات دي هنشتغل فيها زي ما انت ما عايز. ما يهمنيش اللون، انا كده كده مش هطبع. ده اللون ده هيفرق معاك لو انت هتطبع، لا احنا عايزين بس الخطوط دي. لما نيجي نعمل داونلود، ما نعملش ولا جي بي جي ولا بي ان جي، احنا هنشتغل على اس بي جي. دي الصيغه اللي انا هدخلها بعد كده على الكورل، وهتبقى جاهزه خطوط ان انا اشتغل فيها على طول. تمام، داونلود. اوكي، المفروض ان هي كده نزلت. ودي كانت النتيجة بتاعتنا بعد ما رفعنا الصورة بتاعتنا، بعد ما نزلنا الصورة بتاعتنا وبعد كده دخلنا على الكورل درو. نبدأ ان احنا نبص على الخطوط بتاعتنا، هل الخطوط ديت كويسة ولا عايز تتخن شوية، عايز فيها تعديل. انا شايف ان في خطوط كويسة تخينة. تعال نشوف بس هي قد ايه. 3 مللي كويس جدا. وعندي خطوط تانية دي اقل من ملي، دي يعني ملي، يعني ضايع خالص. فاحنا ممكن نعمل ايه؟ يعني نمسك خط خط ونظبطه، او هي زي ما هي كده جروب، نخليها نديلها نديلها ايه، نديلها مثلا كونتور 05 خارجي. هو هنا ادى كونتور عشان في هنا عندي حتتين، عندي حتة تحت ابيض اهي. لا دي مش عايزها اصلا، عندي دي اللي انا عايزها. ندي كونتور يا باشا ونرجع تاني. تمام، هبص كده على الدنيا، هل الكونتور ده شوه لي الصورة؟ ساعات بيأثر، ولا الدنيا تمام؟ فين الكونتور ده؟ الكونتور، لا الدنيا تمام، الدنيا تمام جدا كمان. اهو اهو، الدنيا بقت كويسة جدا. طب الكونتور ده خلالي الخط بتاعي اللي هو اقل من ملي او ملي ده بقى كام؟ 2 ملي، مقبولة جدا. بعد ما خلصت كده وبصيت على الخطوط زي ما قلنا، ودي النسخة القديمة خارجين على جنب اهي. النسخة الجديدة هي دي، رجعها زي ما هي خطوط. ماشي، نيجي بقى نظبط هل انا لو انا قطعت الحتة دي كده زي ما هي، هيطلع لي كل شريحة لوحدها، يطلع كل شريحة لوحدها. طيب ده وده طبعا مش هيفيدني في حاجة. انا بعد ما اقص هلاقي كل ده كله وقع من بعضه، هي اساسا حتت متفككة من بعض. لو جينا حبينا نتأكد اهو، بص دي لوحدها ودي لوحدها ودي لوحدها، كل خط زي ده هيقطع ويتفك من اخوه، مش هيكمل لي الشكل اللي انا عايزه. طيب ممكن نعمل ايه؟ ممكن نجيب بقى ايه، حتة مثلا مستطيلة هنا كده ولتكن 3 سنتي، بس خليها في الطرف هنا. اوكي.
هاتها كان لحد هناك كده. نيجي نبدأ نعمل كيرف هنا مثلا طبعا احنا بنفكر مع بعض الفكرة الأساسية بتاعتنا ان احنا نعمل الطابلو. احنا عملنا الطابلو خلاص واتأكدنا ان الخطوط بتاعتنا كويسة والدنيا تمام. ماشي، هو بقى 35 مش مشكلة نظبطها. ممكن نكررها ونقلبها الناحية التانية. طبعا انا شغال بسرعة، لو في حد عنده اي مشكلة في اللي انا بقوله يعني ما خدش باله او انا اشتغلت بسرعة والدنيا ما ظبطتش معاه يقول لي في الكومنتات. انا هنا لما قلبت عملت ميرور. ممكن تعمل الميرور منين؟ ممكن كده اعلم ان انا عايز اعمل عليه ميرور وميرور اهو. دي ادوات الميرور اهو. تمام اوكي. اجي ممكن اخلي دي اكبرها شوية، اخليها 5 مثلا. نشيل القفل عشان انا عايزها 5. اوكي. دي لا شايفها مش حلو، خليها 3 زي ما كانت. خلاص كده انا عايز بقى اخلي الشكل كله مع بعضه اللي يعمل ويلد. قشطة، الدنيا تمام. اجي بعد كده اعمل له مثلا فتحتين للتعليق. كل فتحة مثلا 5 مللي كويسة. لا القفل 5 مللي كويسة، حلو جدا، لان انا اعلق فيها الدبرة بتاعتي او الخيط. سنترها في النص، خليتهم مع بعض. سنترتها في النص، بعد كده اخليهم كومباين، اعملهم كومباين يعني يبقوا شكل واحد. وده الشكل الاخير معانا. الطابلو كده جاهز. نوديه بقى المكنه ورجعوا لنا تاني. طبعا بعد ما خلصت هنا بتبدا انت تظبط المقاسات بتاعتك. يعني انا عايز المقاسات بتاعتي 30 سنتي، 29 ونص عشان المقاس يجي ايه ما يهدرش معايا. المقاس كده انا شايفه كويس جدا. حتى انا عايز لا مقاس مختلف، مش تفرق بقى المقاسات دي في ايدك انت. في فكره برضو تانية، احنا ممكن نعمل كده ونعمل نعمل الطابلو نفسه طبقتين. طبقه بيضه اللي هي الخلفيه نخليها كده، دي طبقه بيضه ودي طبقه سودا. طبقه بيضه نخليها، ودي مثلا اي لون غامق، اي مكان اسود بقى، بني غامق، اي مكان. خليهم على بعض كده. طبعا دي بقت بالشكل ده. طبعا اللي تحت دي انا ممكن اخليها اي لون. تحت دي ممكن اخليها مثلا عشان تبان لبني مثلا. طبعا احنا هنعملها مثلا لو اتعملت تعمل ابيض، تبقى ابيض حلو جدا، او اي لون فاتح مثلا بيش فاتح قوي. لو عندك درجه الجري ديت مع الاسود تبقى حلو جدا. الدنيا كده تمام. خلاص احنا كده خلصنا الدرس بتاعنا. هنحاول ان احنا نطلع لكم النتيجه دلوقتي، بس تاخد وقت على المكنه. اخلص الشغل على المكنه وابدا ان انا ادخلها على المكنه عشان نبص على النتيجه مع بعض. شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم. متنساش بقى بدعوة حلوة، واسفين على الانقطاع. صدقوني الدنيا ما كانتش احسن حاجة يعني. الحمد لله على كل شيء، وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.